بورقة المنبوذ، ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع صفقة القرن. كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قد وضع حيلة جديدة في الحسبان من أجل التعاقد مع صفقة مدوية لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة. كانت تقارير صحفية قد أشارت في الوقت الحالي إلى أن ريال مدريد يعمل على قدم وساق من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان. ووفقا لصحيفة الناسيونال فإن ريال مدريد قد وضع فيرلاند ميندي على طاولة المفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل تقليل سعر امبابي. وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان قد رفض ذلك العرض، حيث يرغب في الحصول على خدمات أحد الثنائي إدواردو كامافينجا بالإضافة إلى أورلين تشاوميني، وهو ما يرفضه الملكي. يذكر أن تعاقد امبابي مع باريس سان جيرمان سينتهي مع نهاية صيف عام 2024. مفاجأة من البرازيل بخصوص مستقبل أنشيلوتي. زادت الشائعات التي تتناول مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في ظل اهتمام الاتحاد البرازيلي بتعيينه كمدرب لراقص السيليساو. وفي البرازيل يبدو بأن هناك قناعة بأن وصول كارليتو هو أمر مفروغ منه. فازت البرازيل مساء يوم السبت على غينيا في مباراة ودية ب4 أهداف مقابل هدف في إسبانيا، ولكن النقاش لا يزال دائرا حول موعد وصول المدرب الإيطالي. ووفقا للويس روبرتو من جلوبو البرازيلية فإن اختيار اتحاد كرة القدم البرازيلي لتعيين كارلو أنشيلوتي أمر مؤكد، وأنه قد يصل في يناير أو يونيو من عام 2024. أوضح نفس المصدر بأن إدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي يعتزم الإعلان على الاتفاق المفترض مع المدرب الإيطالي في نهاية هذا الشهر. تزداد التكهنات بصورة غير مسبوقة بشأن المقعد الفني للمنتخب البرازيلي منذ رحيل المدرب تيتي بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022. يملك أنشيلوتي عقدا مع ريال مدريد حتى عام 2024، وعلى الرغم من عزمه على الاستمرار هذا الموسم مع الميرينجي، لكن خطط الاتحاد البرازيلي تبدو مؤكدة للوصول إلى اتفاق نهائي مع المدرب. امبابي يتحدث مرة أخرى عن مستقبله مع باريس وارتباطه بالريال. زاد كيليان امبابي مهاجم باريس سان جيرمان الغموض حول مستقبله بتصريحات جديدة، وذلك في ظل ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد سواء في الصيف الحالي أو في صيف عام 2024. وأعلن كيليان امبابي بشكل رسمي عدم تفعيل خيار تمديد عقده التلقائي مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، مما يعني أن عقده الحالي سينتهي بعد عام واحد فقط، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله هذا الصيف لكي لا يخسره النادي الباريسي مجانا في الصيف التالي. امبابي خرج اليوم بتصريحات جديدة يزيد فيها الغموض حول مستقبله، كما أنه أعطى بصيصا من الأمل لإمكانية التوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان، وعاد للتأكيد على أنه سيلعب مع الفريق الباريسي في الموسم القادم ولن يوقع على ريال مدريد هذا الصيف. وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية عندما تم سؤاله إن كان قد قرر الرحيل في 2024: ما قررته هو اللعب في باريس سان جيرمان للموسم القادم، هذا ما قلته. هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث في غضون عام، خاصة مع ناد مثل باريس سان جيرمان. وفسرت وسائل الإعلام الفرنسية جملة امبابي الأخيرة هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث في غضون عام بأنها إشارة واضحة إلى وجود إمكانية لتجديد عقده بشكل كامل مع باريس سان جيرمان، لا سيما وأنه رفض تأكيد رحيله في عام 2024. صفقة 80 مليون، ريال مدريد يستهدف السفاح الشاب. كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة. ووفقا لصحيفة بيلد فإن ريال مدريد حول تركيزه نحو نجم بروسيا دورتموند كريم أديمي من أجل تعزيز خط هجومه هذا الصيف. وكان أديمي أحد أبرز نجوم بروسيا دورتموند الألماني الموسم المنقضي بعد أن سجل خلاله 9 أهداف وصنع 6 آخرين من 32 مباراة في جميع المسابقات. وأشارت الصحيفة إلى أن بروسيا دورتموند الألماني قد يتخلى عن خدمات أديمي، ولكن في حالة وصول عرض بقيمة 80 مليون يورو. وودع ريال مدريد 4 مهاجمين هذا الصيف مع رحيل كريم بنزيما وإيدن هازارد وماركو أسينسيو وماريانو دياز، وترك كارلو أنشيلوتي مع فينيسيوس جونيور ورودريغو غويز فقط كخيار هجوم كبير.